عارف لما تقدم كل حاجة للشخص اللي قدامك وتبقى خايف انك تتساب، وفي الاخر برضو بتتساب بعد ما هنت كرامتك وجيت على نفسك وقللت من قيمتك، وبرضو اتسبت. خلاص اتسبت وبقيت واعي ان انت متساب بعد ما قدمت كتير قوي. تحس كده انه ألم الكون كله بقى جواك، ولو جيت توزع الألم ده على أهل الأرض مش هيستحملوا وجعك. أوقات كتيرة قوي الواحد بيحس بكده، بس أكيد الحياة مش هتقف عند كده، فيجي بقى يفكر يتفرج على فيديوهات ازاي يقوي نفسه، ازاي يتعافى، ازاي يقرر ان هو يبقى أحسن وبرضه ما يلاقيش فايدة. يروح لثيرابيست برضه مفيش فايدة، لايف كوتش برضه مفيش فايدة، سايكاتريك برضه مفيش فايدة، مفيش أي فايدة خالص. أمال الحل بقى ايه؟ الحل ان القرار بيتاخد من جوه قوي، بيتاخد لوحدي مش بمساعدة من حد. انت ممكن تروح لثيرابيست وممكن يديك حاجات تشتغل عليها، لكن في نفس الوقت برضه ما بتبقاش مرتاح وبتبقى حاسس انه لا لسه. يوم لما قرر انك تقطع العلاقة بتتقطع. يوم لما بتبطل تراقب، تبطل تتابع، يبقى في مشاعر او طاقة او ماديات، تبقى مش عايز اي حاجة خالص. لا بيبقى في ذكريات، لا بيبقى في وجع، لا بيبقى في ألم. تبقى العلاقة خلصت خالص خالص جواك. حتى المسامحة بتبقى متذهله، لأنه خلاص انت جاهز انك تقطعها. وقتها بتحس بفخر كبير قوي، بتحس بإحساس عمرك ما حسيته قبل كده، وان انا ما كنتش متخيل اني هعدي ده لوحدي، وعديته وبقيت أشطر من الشطارة. فجاهز وقتها انك تقفل الصفحة، تقفل الشابتر وتبدأ صفحة جديدة. بس هي نفس الستوري، هي نفس القصة، علشان دي قصتك اللي مش هتخلص غير يوم لما تموت. فوقتها بتبقى مش مستني اي حاجة، هو نفسه مش فارق معاك، وجوده في حياتك خلاص. هو ما عملش حاجة غير انه شفطك وعمال ياخد من قلبك كتير. فيوم من الايام انت قفلت، اللي هو انا فعلا مش شايفك، فعلا انا مش شايفك. فبقى زيه زي اي حد ماشي في الشارع انت ما تعرفوش، حتى اخباره ما بقتش فارقة معاك. فهنا بجد انت بتكون شجاع كفاية ان الصفحة اتقفلت منك انت، مش من اي حد تاني، لانها فعلا بتتقفل منك انت في الاخر وفي الاول. كل اللي حواليك دول بيبقوا عرايس، بيبقوا ناس انت بتطلع كل شوية واحد على المسرح، لانك بطل قصتك انت بس. فيوم لما بتبقى عايز تاخد القرار بجد، بتركن كل العرايس على جنب كده وبتبدأ تقرر مع نفسك. احساس روعة، احساس روعة، فخر مفيش زيه لما بيكون القرار بجد نابع منك، وان انت مش عايز ولا قادر تتكلم مع حد انك ازاي اخدت القرار ده، لانك اكبر بكتير قوي وعديت بكتير قوي ما كنتش متخيل يوم من الايام انك هتعدي بيه. فانت بتسقف لنفسك من جوه كده واكن الفرح حصل. الوقت ده انت فعلا ما بتبقاش محتاج حد. فالانسان اللي بيبقى عايز يتخطى بيتخطى، لانه مش بيلاعب عقله ان هو هيرجع او لا. عايزاه يندم عليا، طب عايزاه يشوفني، طب عايزاه يشوفني حلويت، مش فارق. انت اللي عايز حياتك تبقى عاملة ازاي، فانت اللي اخدت القرار الشجاع ده. وحقيقي ساعتها be proud of yourself.